تفسير الآية بتاعت ولقد خلقنا الإنسان في كبد، بيقول لك في كبد يعني في معاناة. إنما في ابن كثير في تفسير تاني لكبار الصحابة، يعني من ضمنهم ابن مسعود، قال لك في كبد يعني في شكل مستقيم وواضح. خد بالك لما تيجي لترتيب الآيات اللي بعديها، ربنا بيقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ربنا بيوصف جمال المخلوق ده، فتمشي أقرب لمستقيم وواضح. كل المشكلة إن في معنى استخبى ومعنى تاني ظهر للناس. خد بالك لما تيجي في الآية التانية يقول لك ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هتلاقيها برضو ماشية مع في شكل مستقيم وواضح. حتة ان في جزء استخبى والجزء التاني بتاع مكابدة، الحياة برضو فيها مكابدة، بس فكرة ان انت تظهر واحد للناس وتخفي واحد خالص، انا شايف عملت مشكلة. ليه بقى؟ اما اعتقد ان انا الحياة دي فيها مكابدة واقتنع بكده، هنرجع للفيديو الاول، هي خلطة كده، اعتقاد، حط عليهم شوية مشاعر، بعد كده انطق بالكلمات اللي تساوي المعتقدات والمشاعر دي. حياتك غصب عنك مش مزاجك هتتحول لكده. فعشان كده انا رايي، حتى لو انا مش هقول ان الراي ده الصح، بس اقول للناس الرايين ان في راي بيقول ان كبد معناها تعب ومشقه، بس في راي تاني بيقول في شكل مستقيم وواضح. عارف كمان ما اقول لك الشمس في كبد السماء، عارف معناها ايه؟ مش معناها تعبانه من السماء، معناها انها في نص السماء في شكل واضح ومستقيم. بس عم